السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية حابب أشكر حضراتكم على حسن استماعكم ليا وحسن متابعتكم ليا، وبشكر الناس اللي اشتركت عندي في القناة، وأتمنى الناس اللي ما اشتركتش تشترك عندي في القناة إن شاء الله. عندنا النهاردة حلقة مهمة وحلقة مليانة بالأخبار والصفقات ان شاء الله باذن الله. اتمنى ان حضراتكم تتابعوني. عندنا اخبار نادي الزمالك، وعندنا اللعيبه اللي هتمشي من نادي الزمالك، واللعيبه اللي انضمت ورجعت من اعاراتها لنادي الزمالك، واللعيبه اللي رجعت للنادي الاهلي، واللعيبه اللي الاهلي ان شاء الله بيفوضها. هنتكلم في المواضيع دي كلها. اتمنى من حضراتكم تتابعوني في الحلقه دي ان شاء الله باذن الله. طيب، مبدئيا حابب بس ابارك لنادي سيراميكا كليوباترا على فوزه ببطوله كاس الرابطه. النهارده قدر يفوز على نادي المصري 4-1. نتيجه كبيره جدا ما كانتش متوقعه. يعتبر المصري ما راحش النهارده استاد برج العرب، ورغم كده برضو نادي سيراميكا، عشان بس ما نجيش عليه او نيجي على حقه، نادي سيراميكا اللعيبه اجتهدت قوي النهارده، عملت كل اللي عليها. كابتن ايمن الرمادي كان حاطط خطه كويسه جدا. قدر الراجل يهاجم وقدر يدافع وقدر يحرز 4 تجوان في نادي المصري. ببارك لنادي السيراميكا على فوزه، واتمنى توفيق للكره المصريه عامه بشكل عام. طيب، النهارده الاهلي عنده مباراه مهمه جدا في الدوري اللي انتهى. عنده مباراه مع نادي بيراميدز هتكون الساعه 8:30 ان شاء الله على استاد 30 يونيو في استاد نادي بيراميدز. احنا عارفين الاهلي لعب بيراميدز الموسم ده 3 مباريات، واحده في الدوري وقدر الاهلي يفوز عليهم 3-0، وواحده في الكاس وقدر الاهلي يكسب 2-1، وواحده في نهائي كاس السوبر المصري والاهلي فاز على نادي بيراميدز بنتيجه 1-0. اتمنى ان شاء الله باذن الله تكون مباراه قويه وكويسه، واتمنى الفوز طبعا للنادي الاهلي. طيب، النهارده كولر كان عندنا تمرين قوي قوي في النادي الاهلي، والراجل عمل محاضره بتاعه المباراه بكره ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله هيلعب بالتشكيل الاساسي، لان هو مش عايز يخرج من الموسم ده خسران. وحتى التعادل بتاع نادي حرس الحدود المباراه اللي فاتت الراجل كان زعلان جدا، واللي عدى الموضوع اللي هو كان يعتبر مباراه احتفاليه باستلام درع الدوري. اتمنى ان شاء الله باذن الله الخير للنادي الاهلي، ونتمنى بكره ان نشوفه النهارده بمستوى كويس يليق باسم النادي الاهلي ان شاء الله. ونتمنى اللعيبه تاخد المباراه بجد شويه غير مباراه حرس الحدود، واتمنى اشوف عدد من الاهداف كويس في المباراه ان شاء الله باذن الله. طيب، كلام كتير قوي رايح جاي رايح جاي، كلام على النادي الاهلي وعن صفقات النادي الاهلي وعن اللعيبه اللي هتيجي النادي الاهلي واللعيبه اللي هتمشي من النادي الاهلي. هنتكلم مع بعض في الموضوع ده. مبدئيا هنتكلم على سوزا، واحنا اكدنا ان سوزا قريب جدا جدا من النادي الاهلي، ورتوش بسيطه قوي مع النادي بتاعه، وان شاء الله باذن الله هنشوف سوزا هيكون راس الحربه بتاع نادي الاهلي. طيب، سوزا والكلام على راس الحربه، هل محمد شريف زعلان؟ لا، محمد شريف ما عندوش اي مشكله. الراجل مجتهد، والراجل بيجتهد في الايام اللي فاتت دي، وان شاء الله باذن الله يرجع لمستواه ونشوف راس حربه. لما يكون في كذا لاعب في مركز واحد بتلاقي اللعيبه بتشد على نفسها. حصلت قبل كده مع نادر السيد وعصام الحضري، حصلت في اكتر من مركز في النادي الاهلي وفي انديه كتير جدا شفناه. فنتمنى باذن الله نشوف محمد شريف في مستوى كويس، ونتمنى نشوف سوزا، لان سوزا احنا قلنا اللي هو مهاجم قوي، مهاجم هيدرز، راجل بيشوط برجله الاثنين اليمين والشمال، راجل سريع. فاتمنى ان شاء الله باذن الله اشوف راجل زي ده او مهاجم زي ده في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ناقصه الحته بتاعه المهاجم دي وراس الحربه اللي هو المحطه اللي هو زي سوزا ان شاء الله. طيب، بوبو اتكلمنا عن الموضوع ده، وبوبو كان قريب جدا من النادي الاهلي، بس الراجل مضى لنادي بيراميدز قدر يدفع لنادي فيوتشر الفلوس اللي هم طالبينها، بس الاهلي طبعا صعب قوي اللي هو يدفع 50 مليون او 60 مليون في لعيب مصري ولسه صغير في السن في الوقت ده لنادي فيوتشر. نادي فيوتشر مش اول مره يعملها مع النادي الاهلي. كان محتاج لعيبه كتيره جدا، قدر يبني فريقه على لعيبه النادي الاهلي، والاهلي ما تاخرش عنه. اداله سعد سمير، اداله ندفد، اداله محمد عبد المنعم، اداله لعيبه كتيره جدا، بس للاسف تحس ان فيوتشر مش عايز يتعاون مع النادي الاهلي. يعني صفقه بوبو
مرضيش يديها الاهلي، محمود مرعي مش عايز يديه الاهلي، عمر كمال عبد الواحد مش عايز يديه الاهلي من السنه اللي فاتت. فما اظنش الاهلي هيتعامل تاني مع نادي فيوتشر في صفقات او هيديله لعيبه تانيه، واظن اللي هو يسحب اللعيبه بتاعته كلها من نادي فيوتشر. طيب الشناوي احنا قلنا العرض بتاع نادي النصر موجود لحد دلوقتي وبيناقشوه في النادي الاهلي. هل الشناوي هيروح؟ هل تتمنوا الشناوي يروح النصر ولا لا؟ اتمنى من حضراتكم تردوا عليا في الكومنتات، تقولوا لي تتمنوا للشناوي يروح النصر اعاره او حتى على سبيل البيع النهائي، او تتمنوا اللي هو يفضل في الاهلي. ده موضوع الشناوي. بس الشناوي من جواه كده عايز يسافر، فاتمنى من حضراتكم تردوا عليا في الموضوع ده، ومستني ارائكم في الموضوع ده. طيب الاهلي بيفاوض دلوقتي لعيب مساك اسمه مصطفى العش، ده لاعب غزل المحله، مساك كويس جدا، راجل البنيان الجسم بتاعه بنيانه قوي. فان شاء الله باذن الله اتمنى بس المحله ما يعليش في سعره، لان اي لعيب الاهلي بيطلبه من اي فرقه دلوقتي، اللي يقول 50 مليون واللي يقول 100 مليون، اكننا مثلا جايبين ميسي ولا كريستيانو ولا اي لعيب من اللعيب ده. فاتمنى باذن الله الغزل المحله ما يعليش في سعره، لان اللاعب ده كان هيروح نادي المصري السنه اللي فاتت ب 15 مليون. ما اتمناش ان نادي غزل المحله يقف قدام مستقبل اللعيب، وما اتمناش اللي هو يطلب مبلغ عالي في اللعيب ان شاء الله باذن الله، لانه في الاهلي مستواه يرتفع، وهنشوف لعيب هيفيد النادي الاهلي ويفيد منتخب مصر ان شاء الله. طيب محمد شكري، احنا قلنا محمد شكري بنسبه كبيره قوي هيكون بديل لعلي معلول في النادي الاهلي. محمد شكري احنا عارفينه هو كان طالع السنه اللي فاتت من النادي الاهلي، وكان في العقد بتاعه بند اللي الاهلي ممكن يرجعه تاني ويدفع 7 مليون جنيه. اظن الاهلي هينفذ البند ده ويرجع محمد شكري، لان محمد شكري احنا شفناه في المباريات بتاعه الدوري، لعيب ممتاز جدا ولعيب ابن من ابناء النادي الاهلي ويليق على النادي الاهلي، وهيكون خير بديل لعلي معلول. طيب النهارده سموحه بعت عرض للنادي الاهلي، عايز ياخد مصطفى البدري والعربي بدر اعاره. اظن اللي مستر كولر بنسبه كبيره قوي هيوافق ان الاثنين لعيبه دول يطلعوا، واتمنى لهم ان شاء الله باذن الله التوفيق لو ربنا كتب لهم اللي هم يروحوا نادي سموحه. عارفين نادي سموحه نادي كويس ونادي كبير، واللعيبه بتبان فيه. يعني عبد القادر راح لعب بسم الله ما شاء الله رجع النادي الاهلي، اتمنى الاثنين دول يرجعوا برده النادي الاهلي، لان دول فيهم طعم النادي الاهلي، لعبهم وستايلهم كده، ستايل اللي هو ستايل النادي الاهلي. طيب بن شرقي، والكلام كتير قوي على بن شرقي. احنا قلنا بن شرقي لاعب فريق دلوقتي، بس للاسف مرتبه الراتب بتاعه السنوي عالي جدا. بن شرقي كان بياخد في الامارات 3 مليون دولار، فالاهلي بيتكلم معاه، بيجس نبضه مع اخوه، لان احنا عارفين اخوه هو الوكيل بتاعه. بس هل بن شرقي يوافق يجي النادي الاهلي بشروط النادي الاهلي وبالمرتب اللي الاهلي عامله لعلي معلول اللي هو 1.300 1.500 واللعيبه اللي هي المحترفه؟ هل يوافق ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه في الايام الجايه. بس الراجل عندنا مستر كولر بيفضل رضا سليم، يعني لو رضا سليم جه خلاص قصه بن شرقي هتشال خالص من حسابات النادي الاهلي. لو رضا سليم، لان ما جاش والنادي بتاعه متمسك بيه شويه، نادي الجيش الملكي اللي هو المغربي، لو ما جاش رضا سليم كده هيبقى في تفاوض مع بن شرقي ومع اخوه، وان شاء الله باذن الله انا برضه اتمنى الاول رضا سليم، لان رضا سليم لعيب صغير، لعيب كويس جدا ويفيد الاهلي اظن اكتر من بن شرقي، مع احترامي لبن شرقي وعلى موهبه بن شرقي. طيب النهارده هنتكلم على الزمالك رجع النهارده، احنا كنا عارفين اللي هو خد 5 ايام اجازه ورجع النهارده التدريبات. الزمالك هيرجع له في القائمه بتاعته قبل البطوله العربيه، رجع له محمود علاء، ورجع له احمد عيد، ورجع له اوباما اللي كان في السعوديه، واحمد ايمن منصور، دول كانوا في اعارات ورجعوا. دول هينضموا ان شاء الله باذن الله القائمه بتاعه البطوله العربيه، لان احنا عارفين البطوله العربيه خرج منها سامسون، وخرج منها بن حج، وخرج منها مصطفى شلبي على الاصابه، وعبد الله جمعه برده الاصابه، ومحمود شبانه اللي الراجل مش يعني الراجل مش قادر يقتنع بيه، برضه خارج
قائمه الزمالك، واحتمال يبقوا خارج محمود شبانه خارج القائمه في الموسم الجاي كمان مع سامسون ومع بن حج المغربي. طيب اتكلمنا قلنا على تدريبات الزمالك. النهارده الزمالك عمل تدريب قوي، وان شاء الله باذن الله الزمالك مسافر يوم 24 عشان يبدا اول مباراه ليه هتكون في يوم 28 باذن الله مع الاتحاد المنستيري. واتمنى للزمالك التوفيق في البطوله دي، واتمنى له اشوفه بمستوى كويس يليق بمصر وباسم نادي الزمالك، واتمنى له برضو ان هو يحصد البطوله ان شاء الله باذن الله. كده يدعم الدفاع بتاعه بمحمود علاء واحمد عيد لعيب كويس جدا. اوباما مستواه ارتفع شويه في الفتره الراحه في السعوديه، احمد ايمن منصور برضو بيلعب باك ليفت وبيلعب مساك كويس جدا. اتمنى للزمالك ان شاء الله التوفيق في البطوله دي، وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.